فاكر زميلك اللي كان معاك في الفصل ودايما كان بيجيب الدرجات النهائيه رغم ان انت اشطر منه؟ طب عارف بقى زميلك في الشغل اللي اترقى قبلك عشان بيعرف يمشي على الايقاع، بيطبل يعني، او هما الاثنين نفس الانسان؟ تعال اعرفك ازاي تتعلم من الانسان الطبله ده، لان ده انسان مهم جدا، واقول لك كمان ليه نظرتك له لازم تتغير. انا عمرو العزالي وده اخر مترو. التطبيل كلمة مبتكرة لدرجة ان دراسات اتعملت عشان تقول لنا انه مش حماقة، لا ده فن. التطبيل هدفه مش مجرد مصلحة بتنقضي ولا ترقية ولا كام درجة زيادة، لا دي حاجة كده زي اللايف ستايل. في كتاب 48 قانونا للقوة الكاتب روبرت جرين بيقول لك عشان تبقى جامد لازم تعمل شوية حاجات. ركز معايا بقى فيهم كده عشان تفهم ليه لازم تتعلم من صاحبك اياه. اولا كده ما تثقش في حد واتكلم اقل، اكتم اللي انت عاوز تعمله، اخرس يعني. روبرت اللي بيقول لك مش انا. خليك مثير للشك، ارمي الشغل على اللي حواليك وقول انا اللي عملته. خليك صياد، جاور السعيد عشان تسعد، ما تبقاش تحت رحمة حد. خليك جاسوس، اتعلم من الاستاذة نادية الجندي، افرم عدوك ما ترحمهوش. اختفي فجأة واظهر تاني فجأة برضه، خضهم، ما تخليش حد يتوقعك. خليك غبي ولما يتعودوا على غبائك فاجئهم. خليك ذكي فجأة كده، ما تحاربش، الطاقة يا دوبك، ما تتكسفش. طبل جامد جامد قوي قوي، واخد بالك؟ تفكيرك ليه لكن تصرفاتك زي الناس ما بتعمل. ما تبقاش كامل، كامل ده يبقى عمك. اتلون. عارف الحرباية؟ لا مش مرات عمك، الحرباية التانية دي، ايوه دي. الكاتب بيقول لك لو عملت الحاجات دي فانت هتمسك سلطة غير عادية، لا ده انت احتمال كمان تدير الكوكب كله. عرفت بقى ليه التطبيل طلع فن مش كلام وخلاص؟ وفهمت انت ليه لازم تتعلم من صاحبك الطبلة؟ الشخص المطبلاتي تظهر عليه شوية اعراض كده من صغره، يعني دايما هتلاقيه هو الطفل اللي بيوقع اخواته في بعض علشان يطلع هو المؤدب، عشان بابا وماما يحبوه اكتر. ولما يدخل المدرسة بيكون هو الولد اللي بياخد كلام زمايله عشان يقوله للمدير عشان يقفل الامتحان. ولما يشتغل هتلاقيه ماشي ورا مديره بالطبلة برضه. وفي الغالب الانسان ده هو اللي بينجح وبيترقى وبيكبر وبيخلص الماجستير او الدكتوراه. عارف ليه؟ علشان ضابط الايقاع بيطبل صح، عارف هو بيطبل فين والمين، بيقدم فن. اتعلم منه واظبط ايقاعك انت كمان عشان ما تتعبش في الدنيا. ولما حد يقول لك يا مطبلاتي ما تزعلش، دي مش شتيمه، انت كده فنان. وقول لنا بقى في الكومنتات انت فين دلوقتي وصاحبك المطبلاتي فين، وخلي النزاهه تنفعك. واستنونا دايما في اخر مترو. سلام.